وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر اليوم نداء عاجلا يخص شخصا مشتبها به في قضايا النصب والاحتيال، كما وجاء في بيان الأمن الوطني طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشارقة. تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشارقة إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر على الصورة والمدعو بالمشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال. وفي هذا الصدد دعت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا قد يساعد في التحريات، التوجه عاجلا إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشارقة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.